احتضنت العاصمة الفرنسية باريس ليلة أمس تظاهرة رياضية في الملاكمة شمل برنامجها 11 مباراة شارك في قمتيها تونسيان كمال عبد السلام ومعز فحيمة. تظاهرة اكتست بعدا سياحيا من خلال وجود الأطراف التونسية الناشطة في القطاع السياحي في إطار ما يعرف بالسياحة الرياضية. عندما يكون الفن النبيل وسيلة للترويج لصورة تونس، تكون ليلة الملاكمة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس موعد رياضي بنكهة تونسية حاظية باهتمام الإعلام الرياضي الفرنسي، وتجندت له السلطات المحلية والجهات الفاعلة في مجال السياحة التونسية برعاية هذه التظاهرة، باش نحن نعطيو الحقيقه نتاع الصوره نتاع البلاد اللي هي تنجم تتميز في مجالات مختلفه، سواء في الثقافه، في العلم، في الرياضه، وهذا معناتها نوع من المبادرات اللي نحن نمنوا بها نجم تعاوننا في مجال السياحه، وخاصه اليوم في بلاد كما هذه اللي الركن نتاعها الاساسي هي الرياضه. في مدينتنا تعايش بين الفرنسيين والجالية التونسية، جالية عدد كبير من أفرادها فرنسيون أيضا، وتقدم لنا الكثير من المساعدات. يجب أن نستمر في دعم تونس، ولهذا السبب نحن موجودون هنا برفقة السفير التونسي. توجت تونس بحصول الملاكم كمال عبد السلام ذي الأصول التونسية على كأس فرنسا في وزن المتوسط، بينما لم يحالف الحظ التونسي معز فهيمة في الوزن ذاته الذي انهزم أمام الجزائري كريم عاشور في مباراة المراهنة على لقب الاتحاد الأوروبي، رغم مردوده المشرف في لقاء شهد حضورا لافتا للجماهير التونسية. بينما أجمع المنظمون على أن هذه التظاهرة حققت هدفها المنشود برفع الراية التونسية في هذا المحفل الدولي. مرة أخرى حبينا نقولوا للفرنسيس والأوروبيين مرحبا بكم في تونس، وهذه فرصة احنا نمنوا بالتظاهرات الدولية الثقافية السياحية الرياضية. الرسالة هذه لتونسنا العزيزة، للسياحة التونسية العزيزة، ماناش مؤخرين باش نواصلوا خاطر نمنوا بالتظاهرات هذه خاصة في الملاكمة. بالتفاف الأطراف الفاعلة في القطاع السياحي حول هذا النوع من التظاهرات تصبح الرياضة رافدا هاما ينعش السياحة التونسية ويعزز صورة تونس كوجهة محبذة لاحتضان النشاطات الرياضية الدولية. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس.